السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله يعتبر تكملة لفيديو مشتريات الخضار بتاع المرة اللي فاتت، لأن أنا كنت جايبة الخضار ده وشاركته معاكم، وكمان شاركت معاكم ليمون وأنا بسلقه، وقلت لكم إن أنا هعمل مخلل ليمون. هقولك النهاردة بأقل مبلغ معاكي ب30 جنيه بس ممكن تعملي برطمانات مخلل تنفعك جدا في البيت، هتوفر معاكي جدا في الميزانية. وكمان هتنفعك كمان لو انت عايزه تعملي برطمانين مخلل كده وتحطيهم على جنب بعد قبل رمضان بفتره بحوالي مثلا شويه صغيرين كده، ان شاء الله هينفعوكي برضو. بس خليني الاول اقول لكل الامارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انت عجبك الفيديو اتمنى منك انك تنوريني بالاشتراك في القناه وتفعلي كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. انا كنت جايبه الليمون ده معاكم في المشتريات زي ما قلت لكم وسلقته، اديت له سلقه كده، وكمان كميه الجزر دي انا خدتها كميه بسيطه مش كتير. المخلل اللي انت بتعمليه على حسب ما اللي عندك بيحبه، يعني في ناس مثلا بتحب اللفت جدا ممكن تجيبي لفت وتعمليه، في ناس بتحب مخلل الكرنبيت برضه ممكن تجيبيه وتعمليه بيبقى حلو جدا جدا، وفي ناس بتخلله مع اللفت ومع الجزر بتعمل كده يعني تشكيله. فكل اسره على حسب انت اسرتك ما بتحب اعملي المخلل اللي اسرتك بتحبه. حتى لو معاكي 30 جنيه بس ممكن تجيبي منهم مثلا اربع من الخضار كلها على بعضها، وتبداي انك تحطيها على بعضها كده، هيعملوا معاكي برطمانين مخلل حلوين جدا. الليمون ده انا كنت سلقاه معاكم في الفيديو بتاع المشتريات، واديت له كده سلقه بس بسيطه خالص على بس ما يتهريش منك على البوتاجاز. وبعدين بدأت كده ان انا احطه في ميه، وبدأت ان انا اقلب عليه الميه صبح وليل. وجبت كمان الجزر ده قطعته شرايح، لان انا عندي بيحبوا جدا مخلل الجزر، انا بحب اقطعه شرايح طويله كده. وكمان الفلفل الاخضر اللي هو الحامي ده باخده وبفتحه بالسكينه كده فتحه بسيطه، علشان لما بيتفتح بيبقى ايه، الميه بتاعت المخلل بتخش جواه، الميه بتاعت اللي هي الميه والملح، وبيتخلل معاكي على طول واسرع كمان. فجبت البرطمان بتاعي كده، اي برطمان هتعملي فيه مخلل لازم تعقميه. هتعقميه ازاي؟ هتحطي له شويه خل، معلقتين من الخل كده كبار في البرطمان، وهتقفلي البرطمان وتبداي انك انت ترجيه، انت كده عقمتي خلاص البرطمان. وهبدا كده بقى احط فيه الخضار بتاعي، هحط مثلا الفلفل والليمون والجزر، وفي الاخر خالص هحط برده فلفل تاني زي ما انت عايزه طبعا. انت بتكوني محدده الكميه اللي انت هتعمليها، سواء شويه او شويه صغيرين. ممكن زي ما قلت لك تعملي بس ب30 جنيه، هتجيبي بس كميات من الخضار، على اساس ان ال30 جنيه دول للمخلل هيعملوا معاكي البرطمانين اللي هيعملوهم، هيقعدوا معاكي ممكن يقضوا معاكي ازيد من شهر كمان. فهي فكره حلوه جدا. المخللات من الحاجات اللي انت بلاش تشتريها من بره، لو عملتيها في البيت بتوفر معاكي جدا جدا في الميزانيه، وبتفرق فعلا في مصروف البيت. انا هنا خلاص كنت عملت البرطمان كده وعندك بقى حلين، يا اما بتجيبي ميه من الفلتر، ممكن تجيبي ميه من الفلتر لو انت عندك فلتر للميه. طبعا الميه بتاعته بتكون نظيفه جدا، ميه الشرب، وتحطي فيها ملح. على كل كوبايه ميه بتحطي معلقه كبيره من الملح. وممكن تغلي ميه، وده اللي انا بفضله بصراحه، انك بتغلي ميه في حله على البوتاجاز وتسيبيها تبرد تماما خالص. دي برضو بتكون ميه كويسه جدا تنفع للمخلل، بتخلي المخلل ما بيعملش ريم معاكي. وكمان تعقيم البرطمان بالخل من الحاجات اللي ما بتخليش المخللات تعمل ريم. فبصراحة هي عمل المخللات في البيت من الحاجات الممتازة جدا اللي فعلا بتفرق معاكي في مصروف بيتك. بس هنا انا خلاص كنت كده خلصت الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين، وهبدأ كده ان انا اصب عليها المية بتاعة المية وملح. قلت لكم كل مج من المية، مج الشاي العادي الموجود في كل بيت اللي هو المج الازاز اللي بايد ده، هنحط عليه معلقه كبيره من الملح وتقلبي كويس، تبداي انك انت تصبي في البرطمان لحد ما يتملى معاكي. ولازم تكون الميه للاخر خالص، يعني الميه تكون مغطياه، لان الميه لو مغطتوش وكان فاضل منه فلفل باقي او حاجه ممكن تلاقي لونه اغمق منك لو الميه كلها ما وصلتوش. فلازم الميه توصله كلها تماما. بصراحة أنا بافضّل الملح بتاع الأكياس ده عن الملح بتاع الأزايز اللي هي البلاستيك. في كده أزايز ملح كده بتتباع، العلب اللي هي العبوات البلاستيك كده بتاعة الملح اللي هي بتبقى موجودة في فتحالة دي، بصراحة مش بافضّلها خالص، باحس إن الملح بتاعها ناعم أوي وما بينفعش في عمل المخللات خالص. ولا برضه باحب الملح الخشن أوي اللي هو ناس بتجيبه بتعمل بيه السردين المملح أو حاجة، برضه ما باحبوش في المخللات بصراحة. أنا ما بافضّلش غير طريقتي اللي أنا متعودة عليها على طول، باعمل على طول المخلل في البيت بطريقة اللي هي بالأكياس الملح اللي هي العادية دي اللي إحنا بنجيبها عادي من عند البقال. بس كده بدأت كده إن أنا أدوّب المَيّة في الملح في المَيّة زي ما حضراتكم شايفين، وكده خلاص خلّصت.
كمان هاقول لِك على حاجة باعملها في المخلل بعد ما باخلّص وباضيف المَيّة كده في البرطمان. في تركاية بقى عايزة أقول لكم عليها مهمة جدًا، إنِّك تجيبي معلقة شطة ناعمة وتبدئي إنِّك أنتِ تضيفيها فوق الوش. يعني أنا جبت الشطة الناعمة اللي عندي وخدت معلقة صغيرة كده، وزي ما حضراتكم شايفين بدأت إن أنا أضيفها فوق الوش. بالشكل ده عمر أبدًا، أبدًا المخلل تتأكدي إن شاء الله إنه ما هيعمل معاكِ ريم أبدًا، ولا هتعوزي تحطي كيسة عليه ولا حاجة. أنتِ معقمة البرطمان ومعقمة كمان الغطا بنفس الطريقة اللي عقمتِ بيها البرطمان بالخل. خلاص أنتِ كده المخلل بتاعِك تمام. حتى لو سِبتيه شهر حتى ما جيتيش جنبه خالص، فهو هيفضل زي ما هو إن شاء الله. عملتِ المخلل بتاعِك وخلاص وركنتيه كده على جنب، فأنتِ خلاص شِلتِ كده برطمان مخلل كده على جنب. خلاص أنتِ كده وفّرتِ كده من ميزانية بيتِك. وكمان مليتِ كمان البيت بالخير، لإن الحاجات دي فعلًا بتفرق جدًا وجودها موجود في البيت. لمّا يبقى عندِك برطمان كده و2 فيهم مخلل في البيت بتفرق. البرطمان التاني ده أنا كنت عاملاه قبلها وده ما كانش فيه ليمون. تعالوا بقى للفكرة التانية اللي عايزة أقول لكم عليها النهارده، وهي الكرنب. إحنا طبعًا في موسم الكرنب وكلنا بنعمل محشي كرنب. فأنتِ لمّا تيجي تقطّعي الكرنبة بيتبقى الراس اللي جوّه اللي حضراتكم شايفينها دي، اللي هو الجذع اللي جوّه ده، اللي هو طبعًا فيه ورق بيبقى صغير أوي مش بيتحشى. ده ممكن تعملي منه أحلى مخلل. إزاي بقى؟ أنتِ بتجيبيه بتقطّعيه كلّه على قد ما تقدري، بتبدئي إنِّك أنتِ تقطّعي فيه. طبعًا بيبقى فاضل الجذع اللي هو في النُص بيبقى ناشف أوي، ده إحنا مش هناخده، إحنا هناخد الورق وهناخد الجذع اللي هو بتاع الورق اللي هو بيبقى ناشف أوي ده، وتقطّعيه زي اللفت كده بالضبط. وبتجيبيه تضيفي بقى عليه الإضافات اللي أنتِ عايزاها. عايزة تضيفي عليه جزر مبشور ماشي، عايزة تضيفي عليه الجزر وهو متقطّع ماشي، عايزة تضيفي عليه فلفل حامي من اللي هو الأخضر ده ماشي، عايزة تحطّي عليه تحطّيه كده بس هو في مَيّة وملح وشوية شطة ناعمة. والله أنتِ عملتِ كده أحلى مخلل وما كلّفكيش أي حاجة. يعني أنتِ بتجيبي مثلًا الكرنبة ب30 جنيه أو ب35 لو هي كبيرة، على حسب طبعًا هو دلوقتي لسه سعره مريّحش شوية. بتجيبيه وبتعملي منه المحشي. ما ترميش الجذع اللي في النُص ده لأ، أنتِ تاخديه وتستفادي منه إنِّك أنتِ هنعمل منه دلوقتي أحلى مخلل. أنا كان عندي برضه جزر زي ما قُلت لكم، قطّعت كام قرن كده من الفلفل الحراق، والأحمر اللي قدّام حضراتكم في العلبة دي هريسة الشطة اللي أنا كنت عاملاها معاكم. هريسة الشطة برضه من الحاجات اللي بتبقى حلوة أوي بقى مع المخللات اللي زي دي. أنا جبته هنا ما سلقتوش بقى ولا أي حاجة، كده بحاله، ما تسلقوهوش. الجذع اللي بيبقى في النُص ده مش هاسلقه. أنا زي ما قُلت لكم قطّعته وبدأت إن أنا أحطه في البرطمان، وطبعًا باعقّم البرطمان برضه بالخل الأول، وبعدين بابدأ إن أنا أحطه كده أحشيه مع الجزر ومع الفلفل. عايزة أقول لكم إن هو والله من أحلى المخللات اللي إحنا ممكن ناكلها فعلًا، ومكلفكيش أي حاجة. يعني ما رُحتيش اشتريتِ ولا أي حاجة، أنتِ كده عندِك الكرنبة هتحشيها وهتعملي المحشي. وطبعًا إحنا في الموسم ده بيبقى الكرنب حلو أوي، وهتعملي منه إن شاء الله أحلى مخللات. هي بس دي الأفكار اللي أنا حبيت إن أنا أقول لكم عليها. حبيت إن أنا أفيدكم بيها هنا بقى كنت باقلّب الملح مع الملح مع المَيّة، وكمان ضِفت معلقة من هريسة الشطة كلّه مع بعضه كده، وبعدين أبدأ إن أنا أضيفه على البرطمان. بتفرق جدًا هريسة الشطة زي ما قُلت لكم، وممكن تضيفيها في الآخر خالص تحطّي معلقة كده بس فوق الوش كمان مع بديلة للشطة الناعمة. أنا في البرطمان بتاع الليمون ما حطيتش هريسة الشطة. ليه؟ لإن هو أساسًا فيه فلفل حراق كتير، وكمان الليمون بيدّي نكهة حلوة أوي كده يعني للمخللات لمّا تبقى كلّها مع بعض. لكن أنا حبيت هنا إن ده يكون طعمه مختلف شوية، فحطيت له معلقة من هريسة الشطة. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. أتمنى إن هو يكون عجبكم، يكون خفيف على قلبكم، تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة. هاكون مبسوطة جدًا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.